لا 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 يا يحيى، اوعى تأذيني، انا ما عملتش اي حاجة، ارجوك يا يحيى. يا بروفيسور جميلة، هو أنا جيت جنبك؟ الحق يا يحيى، دي افتكرتك ساحر. طبعا ساحر بيستخدم التعويذ والسحر الاسود لسرقة الآثار. كده مش سحر بس، ده سحر وحرامي كمان. خد فلوسي وافتح عربيتي، خد باروكتي الغالية، بس سيبني أمشي، سيبني أمشي. كنت متأكدة إنها باروكة. يا بروفيسور جميلة، أنا عمري ما كنت ساحر ولا حرامي للآثار. أنا عارف إن الموضوع غريب ويجنن، لكن لما تشوفي بنفسك هتصدقي. أمال إزاي قدرت تختفي وتظهر تاني؟ هتعرفي كل حاجة في وقتها. المهم دلوقتي أنا مطلوب مني مهمة محددة في عصر الملك بسماتيك الأول. مهمة؟ بسماتيك الأول؟ يا جماعة خلونا نشوف هنعمل إيه. هنعمل إيه في إيه يا يحيى؟ المرة دي كانت غير كل مرة. دخلت أرض الحكايات وقابلت شخص جديد غير سينو، بنت اسمها نبت حوت ودلعها نونيا. أرض الحكايات؟ فين أرض الحكايات دي؟ نفس الأرض اللي واقفين عليها، مصر، لكن بشكل تاني خالص، كأننا في عالم موازي. بتفكرني شوية بأرض الأساطير اللي عشت فيها أسطورة إيزيس وأوزوريس. عشت إيه؟ طب والملك رمسيس التاني؟ نونيا قالت لي هتشوفه في الوقت المناسب، وعشان تنتصر وتحقق هدفك فكر بطريقة عدو التاريخ وعدوك. طب أنا هحاول أجاريك وأصدقك في اللي بتقوله ده، بس الشخص اللي بتقول إنك قابلته كانت تقصد مين بعدوك، عشان نعرف هو بيفكر إزاي. أنا نفسي مش عارف مين عدوي المرة دي. شكل العصابة دي مجرد أداة في إيد ناس تانية أكبر منهم بكتير، وبتتحكم فيهم لتحقيق مصالح كبيرة. هي ناقصة. في ناس مستعدة تدفع ملايين عشان يسرقوا تاريخنا. المرة دي كمان عاوزين يزوروه، عاوزين يثبتوا إن ليهم حق في كل شبر في مصر. إزاي يا يحيى؟ طلبوا مني الدخول لعصر الملك بسماتيك الأول وادفن لوحة في مقبرته هم اللي كاتبينها. وعرفت إيه اللي مكتوب في اللوحة دي؟ قالوا لي لوحة الهزيمة، وبتثبت إنه اتهزم في معارك كسبها في الحقيقة، بس مجرد دفن لوحة مهما كان اللي مكتوب فيها وتحويلها لقيمة أثرية بعد كده هتبقى دليل لأي نوع من المعلومات اللي عاوزين يثبتوه. عندك حق يا يحيى، حتى لو كانت المعلومات المزيفة دي تبان إنها ملهاش قيمة، لكن ممكن تشوه المعلومات وتغير الأبحاث والدلائل اللي احنا بندرسها وبنجمعها وبنثبت بيها هويتنا المصرية على مر العصور. معنى كده إن طريقة عدوك هي الرجوع للماضي والتزوير في التاريخ، وإنت في نفس الوقت عاوز تنقذ ماما من غير ما ترجع للماضي وتساعدهم. طب هتعملها إزاي دي؟ صح يا كنوز، هو ده الحل. ماما تخف وفي نفس الوقت أمنعهم. ده يحصل إزاي؟ إنك تروح فعلا وتعمل نفسك بتساعدهم. صح يا أستاذ عصام. مغامرات تانية يا يحيى، الخطر كل مرة بيقرب منكم أكتر يا ولاد. ما قدامناش حل تاني يا بابا. طب لو رحت وفشلت يا يحيى هيبقى مصير ماما إيه؟ هننجح يا بابا، مفيش حل غير إننا ننجح.